اجوا الارهابيين وخربوا. الدوله بدها تساعدكم، بدكم تساعدوها. بارك الله فيك. طبعا الدوله طولت بالها شوي، كنا عم نحاول نبحث عن حلول مع الناس العاقلين، لكن لما بيكون الارهابيين هن مسيطرين ما في حل الا الحل اللي تم. الله يطول عمرك. الدوله ما تاخرت ولكن اعطت فرصه للحل. الله يحميك بجهل. الدوله دخلت. الله يفتخر من غيرك والله. الان بدنا كلنا نحاول نرجع نعمرها. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهر وليل. اول شيء يعطيكم العافيه. الله يعافيك سيدي. يعني النشيد السوري يبدا بكلمه حماة الديار عليكم السلام. فحماة الديار من القوات المسلحه، يعني انتم راس الحرب بالدفاع عن الوطن. انا عاده دائما بنزل مع القوات المسلحه، ولكن بنزل بلباس عسكري بنكون بالمشاريع. هالمره كانت زياره مدنيه، لكن ما ممكن نقوم فيها بدون ما نمر عندكم، لانه اذا في شيء انجازات تمت على الارض سيدي نحن موجودين، واذا كان في سكان بدانا نشوفهم يرجعوا، فبفضل التضحيات اللي عم تقوم فيها القوات المسلحه. سيد الرئيس نحن موجودين لحمايه الوطن والدفاع عنه لاخر قطره بدمنا، وباذن الله لاخر قطره بدمنا ونحن موجودين. على كل الاحوال دافعتوا عنهم، سواء جيتوا من حلب ولا من درعا ولا من دير الزور. سيدي هون من كل الطوائف، هذا من الرقه، هذا من الحسكه، هذا من الدير. من اي منطقه اجيتوا منها، هدول اخوتكم وهدول ابنائكم وابائكم، فنحن من واجبنا ندافع عن كل مواطن في سوريا. ان شاء الله الامور ترجع باذن الله ترجع سيدي، ونحن وراء الوطن وراك سيدي ولحمايه الوطن كله. والقوات المسلحه دائما عبر التاريخ من الاستقلال حتى اليوم هي اللي كانت تنقذ الوطن، وهي اللي كانت تحسم المواقف على الارض، فنحن كلنا معتمدين عليكم، وكل مواطن في سوريا ينظر للقوات المسلحه. ان شاء الله سيدي. وكل مواطن يعرف انه يعني نحن بنعرف، وكل مواطن اعتقد بانه كيف عم يروحوا شبابنا وما نحن خايفين من الموت. لكن نحن كمان سلامتكم بتهمنا. نحن في ظل وقت، يعني الواحد اذا كان عليه ان يسقط شهيد فيسقط من اجل قضيه ويسقط من اجل نتيجه، فنحن سلامتكم بتهمنا وانجازاتكم بتهمنا. أنا بعرف تماما إنه الجزء الأكبر منكم صار له يمكن أشهر ما راح شاف عائلته، بس تروحوا لعند عائلاتكم تنقلوا تحياتي لهم فرد فرد، لأخوتكم، لأبوكم وأمكم ولكل أقربائكم، لأنه دائما يعني الرجل يأتي من بيته، وهالبيت عم يخرج رجال مثلكم، فيعطيكم العافية، نتمنى لكم كل التوفيق بالمهمة اللي عم تقوموا فيها. ما عندنا خيارات بين هزيمه ونصر، اكيد بدنا ننتصر كلنا. نحن على حق، وانتم بداتوا تحققوا انتصارات. نعم تفضل استاذ.